بسم الله الرحمن الرحيم. باب إعداد آلات الجهاد. الفصل الأول. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتنازلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فامسكوا بأيديهم. فقال: ما لكم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرفت النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. رواه البخاري. عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواسي الخيل. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناسية فرس بإصبعه يقول: الخيل معقود بنواسيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغريمة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا وتصديقا بوعده فإن شعبه وريه وورثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال في الخيل. والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. رواه مسلم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أثمر من الحفايا وأمدها ثنية الوداع وبينهما 6 أميال، وسابق بين الخيل التي لم تثمر من الثنية إلى مسجد بني دريق وبينهما ميل. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء، كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. الفصل الثاني. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبله. وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل شيء يلهو به. الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملابعته امرأته فإنهن من الحق. رواه الترمذي وابن ماجه. وزاد أبو داود والدارمي: ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها. وعن أبي نجيح السليمي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وروى أبو داود الفصل الأول، والنسائي الأول والثانية، والترمذي الثانية والثالثة، وفي روايتهما: من شاب شيبة في سبيل الله بدل بالإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نسل
أو خف أو حافر. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه، وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به. رواه في شرح السنة وفي رواية أبي داود قال: من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق وهو قمار. وعن إمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان. رواه أبو داود والنسائي. ورواه الترمذي مع زيادة في باب الغضب. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرع الأرسم ثم الأقرع المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم كميت فعلى هذه الشبه. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي وهب الشيمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخيل في الشقر. رواه الترمذي وأبو داود. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها ومعارفها دفاؤها ونواسيها معقود فيها الخير. رواه أبو داود. وعن أبي وهب الجشيمي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواسيها.